مرحبا من جديد. هلا بدنا نحكي على Network Addressing اللي هي العنونة في عالم الشبكات. طيب هلا لما بدك تتواصل مع أي طرف آخر أول شغلة بتسأله أعطيني عنوانك. فكمان الداتا اللي أنت عم تبعتها عن طريق الإنترنت إن كان عن طريق الابليكيشنز مثل الواتساب مثل الفيسبوك مثل الإيميل، أنت بحاجة إلى آلية عمل معينة تعطي عناوين للأشخاص، عنوان للمرسل وعنوان للمستقبل. فلقوا أنه في عندي نوعين من العنونة نحن بنستخدمهم بالشبكات. النوع الأول بيسموه الاي بي ادرس، والنوع الثاني اللي هو الماك ادرس. شو هدول وشو هن؟ شو هي الأرقام؟ أول شيء الماك ادرس. الماك ادرس يا شباب هو عنوان مرتبط بالعتاد الصلب للشبكة. فمثلا أنت عندك موبايلك بقلبه فيه كرت شبكة. هذا الكرت له رقم، هذا الرقم ثابت له خاص فيه، لا يمكن أن يكون بيشبه رقم تاني وما فيك تغيره، فهو ثابت. يعني مثلا أنا نفرض معي موبايل آيفون. طيب الآيفون كان في عندي آيفون مثلا إكس موجود بالعالم مليون. طيب كيف بدي أميز كل آيفون عن الآخر؟ بميزه برقم خاص فيه، خلينا نسميه رقم شاسيه مثل بالسيارات، يعني تميز سيارة عن أخرى أو موبايل عن آخر أو لابتوب عن تاني. فالماك أدرس هو عبارة عن رقم موجود بالمنتجات الشبكات أو أي منتج قابل للاتصال بالشبكة. الشركات المصنعة اللي بتصنع المنتجات اللي قابلة للاتصال بالإنترنت أو تتصل بالشبكات بشكل عام تعطي رقم للمنتج تبع اسمه الماك أدرس. الماك أدرس شباب شكله مثل ما شايفين قدامكم، عبارة عن خانة 2 3 4 5 6 خانات. نحن كل خانة بنسميها بايت. الأول 3 خانات من على اليسار هي بيمثلوا اسم الشركة. فأنا عندي شركة سوني إلها رقم خاص فيها مختلف عن سامسونج، مختلف عن أبل. وبنفس الوقت الأرقام الثلاثة بايت اللي على اليمين اللون الأحمر هدول لمنتجات هي الشركة. فلا يمكن أبدا ويستحيل أنه يكون في عندك موبايلين بالعالم إلهم نفس الماك أدرس، لأنه الفرق الأول حيكون بالماك أدرس تبع الشركة، والفرق الثاني حيكون بالرقم المنتج ضمن الشركة، وكل رقم بيكون مختلف عن الآخر. خليني أشبه لك إياها برمز الدولة. لما بدك تتصل لاتصال معين، فعندك مثلا على سبيل المثال خلينا نقول سوريا شو مشغلات الاتصال فيها؟ مثلا سيريتيل. في عندك رقمين بسوريا رقم موبايلين متشابهين؟ ما في، كل إنسان له رقم خاص موبايل فيه. طيب ممكن يكون في عندي رقم متشابه مع الآخر، ممكن، لكن حيكون المشغل مختلف. يعني في عندك MTN وفي عندك سيريتيل. MTN إلى رقم 0944 على سبيل المثال، بينما سيريتيل 0933 على سبيل المثال. ممكن يكون رقمين من بعد 0933 متشابهين، لكن من سيريتيل نفسها يستحيل يكون عندي رقمين متشابهين نفس الرقم. فأنا أول فرق حيكون هو رقم الشركة اللي هو مثلا سيريتيل 0933، والفرق الثاني اللي هو الرقم التليفون الخاص اللي طالع من سيريتيل. طيب هل ممكن أنا بدي أتصل من سوريا مثلا بدي أتصل على الإمارات، هل ممكن يكون في رقم بسوريا مشابه لرقم بالإمارات؟ طبعا ممكن يكون في رقم مشابه، لكن شو راح يفرق معي؟ راح يفرق معي أول شيء رمز الدولة، بسوريا 00963 بينما بالإمارات 00971. زائد كمان بيختلف معك أنت رقم الشركة نفسها المشغلة. بسيريتيل مثلا في عندي أنا 0933 بينما بالإمارات عندي اتصالات مثلا 050 أو 054 على سبيل المثال. فبهي الطريقة الماك أدرس نفس العملية، هي عبارة عن عنونة لكن للعتاد المشغل للأجهزة. تمام، هذا هو الماك أدرس. هذا برجيكم مثلا الماك أدرس تبع لابتوبي. مثلا أنا شابك هلا واي فاي على شبكة الواي فاي عندي اسمها سيريا. رح فوت لهون، رح لاقي هون في عندي هذا هو اسمه فيزيكال أدرس، هو هذا. فأنا مثلا لابتوبي نوعه ديل، فهاي أول 3 بايتات هدول بيمثلوا شركة ديل، بينما ال3 بايتات اللي بعدهم هنا بيمثلوا رقم لابتوبي بشركة ديل. لا يمكن يكون في لابتوب تاني من شركة ديل له نفس الرقم. فبهي الطريقة أنت بتعنون الأجهزة بحيث أنه أنت لما بدك تتواصل مع طرف آخر يكون لك رمز يونيك خاص فيك تماما، خاص بالهاردوير اللي بين إيديك. تمام؟ بدي أشبه لكم الماك أدرس بشغلة مشان تحفظوها تمام وتفهموها أكتر.
بيمثل بصمة الإصبع. كيف بصمة الإصبع عند الإنسان بتميزه عن غيره من الكائنات أو عن غيره من الجنس البشري؟ نفس الشيء الماك أدرس. فأنت بصمة إيدك هي عبارة عن الماك أدرس تبعك، شيء خاص فيك أنت، لا يمكن أنه يكون مكرر مع حدا تاني، لا يمكن يكون بيشبه حدا تاني، وهو بيميزك عن غيرك. طيب حتسألوني أنت شو هاي الA والB والC والD؟ طب ليش هون أنا عندي 3 4 6 وفي عندي A؟ قال يا شباب هاي بيمثل، حتى تفهمها، الA هو عبارة عن رمز 26. هات نفتح الرسام لحتى بس نشرحها بشكل سريع. الأرقام عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب في عندي 10 و11 و12 13 و14 و15 ونسينا كمان نحط صفر. فأنا إذا بعد الأرقام من صفر ل 15 إنه راح يطلع معي 16 رقم. 16 رقم إنما يمثل النظام ال 26 اللي بتشتغل فيه الشبكات. أنا ما فيني ضمن الأرقام اللي بخانتين بالشبكات، فبستعيض عنها بالأرقام اللي هي A. فالA هي تمثل رقم 10، والB تمثل رقم 11، والC هي 12، الD هي 13، والE هي 14، والF هي 15. فالنظام ال 26 مستخدم بالشبكات يعبر عنه بأرقام بحيث أن يكون خانة وحدة. تمام؟ عرفنا هاي الأرقام من وين، هاي الأحرف من وين إجت، فهي بتعبر عن أرقام فقط وليست حروف. هلأ بنروح عند الاي بي ادرس. الاي بي ادرس يا شباب هو كمان نظام عنونة مضاف للماك ادرس. الاي بي ادرس مكون من 4 بايت بعكس الماك ادرس اللي كان 6 بايت. هون عندي بايت 2 3 4. فعندي هون مثلا هذا مثال عن اي بي ادرس 1 2 3 4 بايت، 1 2 3 4 1 2 3 4. إذا هي 3 أمثلة عن الاي بي ادرس. هيك شكل الاي بي ادرس بيكون يا شباب. انت كل موبايل موجود او كل لابتوب بيكون صاحب اللابتوب له اي بي ادرس، والمتلقي المستقبل اللي هو ممكن يكون طرف اخر، ممكن يكون سيرفر، ممكن يكون شخص عم تحكي معه، فهو كمان عنده اي بي ادرس مثلك. الاي بي ادرس يا شباب قد يكون ثابت وقد يكون متغير. فهو له نوعين، في عندي شيء اسمه ستاتيك وفي عندي اسمه دايناميك. فمثلا برجيكم اياها. هي الاي بي ادرس تبعي، انا اخذه من الراوتر مباشرة، رقمي 192 168 0 1 6 9 169. انا اخذه من الراوتر ليش؟ لانه فيها شيء سيرفيس بنسميها نحن دي اتش سي بي. الدي اتش سي بي اللي هي الدايناميك هوست كونكشن بروتوكول. فالراوتر هي نفسها هي عندها موزع عناوين اسمه دي اتش سي بي، هو بوزع عناوين لكل الاجهزة اللي بدها تشبك عليها. بالماك ادرس الشركة المصنعة هي عم تحط العنوان، اما المستخدم الكلاينت ما بيعرف هو يمسك موبايله ويحط اي بي بايده، فبده طريقة انه هو ياخذ اي بي بشكل اوتوماتيكي. فبهي الطريقة بسموها دايناميك، وبيتم اسنادها بشكل اوتوماتيكي من الراوتر. طب انا فيني احطه بشكل يدوي؟ طبعا فيك. فاذا فتنا مثلا على النتورك تبعتنا، اذا فتنا على تشينج ادابتر سيتنجز، هي الشبكة تبعي، رح اقول له ديتيلز، هون الاي بي تبعي. اوكي. طيب انا هلا بدي غيره، بدي احطه ستاتيك. بروح على بروبرتيز، في عندي هون شيء اسمه انترنت بروتوكول فيرجن 4. مثل ما شايفين شو حاطط خيار هون؟ obtain an IP address automatically، يعني انا عم باخذ الاي بي ادرس مباشرة من وين؟ من الراوتر. اذا حطيته هلا بشكل يدوي 192 168 0، انا بدي احطه مثلا هلا 10. بيضغط زر تيب حتى ياخذ السبنت ماسك، هلا بنحكي عليه كمان السبنت ماسك. بدي احط الديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي تبعي هي الراوتر، رقم الراوتر 168 0 1. اوكي كلوز. هلا اذا فتحت الشبكة تبعي، حطيت ديتيلز،
شو الاي بي اللي صار عندي انا هلا؟ صار 10. كان 169 من شوي، هلا صار 10. ديفولت جيت واي اللي هي تبعي اللي انا عم باخذ منها المصدر الاي بي تبعي هيك عنوانها. فهي مشان ما انا اتعذب بهي الطريقه، انا شخص مختص بقدر احط اي بي خاص فيني، اما الكلاينت العادي الاند يوزر ما بيعرف، فلازم يكون في طريقه انا عم تعطيه اي بي ادريس بشكل مباشر. طبعا نسينا نسوي شغله اللي هي غالبا بدي شيء اسمه الدي ان اس، كمان احنا حنحكي بدروس قادمه عن الدي ان اس. فينا احط رقم الراوتر مباشره. مين الدي ان اس تبعي؟ مين اللي عم يعطيني مين اللي عم يعطيني الانترنت، خدمه الانترنت تبعي هو الدي ان اس. احيانا ممكن يكون هيك الدي ان اس حسب شو اعدادات الراوتر عندك. اذا هذا هو الاي بي ادرس، بهي الطريقه لازم تفهموها. الاي بي ادرس عندي يا شباب ببلش معي من الصفر وبينتهي بال 255. حتسالوني طب ليش مو 256 او من وين اجت ال 256؟ هي 2 اسنون، 2 اسنون. فهي القانون الاساسي عندي اسمه 2 اسنون. النون هي بتعبر عن الرقم، فاذا حطيت 2 اس 8 حتسالني انت من وين اجت ال 255؟ انا حكينا من شوي انه الاي بي ادرس مؤلف من كم بايت؟ مؤلف من 4 بايت. البايت الواحد كم بت يا شباب؟ هو 8 بت، صح؟ طيب قانون الشبكات بيقول لك 2 أس نون. شو هي النون هون؟ النون أنا تبعتي هي 8 بت. مو هون عندك أنت 32 بت، 32 بت تقسيم 4 يساوي 8. ف2 أس 8 قديش لازم يطلع معك الرقم؟ 256. طب أنا ليش ما حطيت 256؟ لأنه أنا عم بلش أعد من الصفر، فمن الصفر لل 255 هن 256 رقم، لكن قدامك هن ما راح تحط 256، حتحطه من الصفر لل 255 لأنه العد بالنظام 26 ببلش من الصفر وليس من الواحد. تمام؟ طيب الرينج ببلش معي من الصفر لل 255، لكن أنا كيف بقسمها؟ بقسمها لشيء اسمه كلاسات. الكلاس A ببلش من هذا الرمز، من هذا الرقم 000 وبينتهي عند ال 127 255 255 255. الكلاس B ببلش معك من 128 وبينتهي عند ال 191. طبعا انت هاي الارقام ما في داعي تحفظها، يعني انت بهمك انت اول خانه، يعني هي الاساسيه. فانا من الصفر لل 127 عندي كلاس A، عندي من 128 لل 191 بسموه كلاس B، ومن 192 لل 223 بنسميها نحن كلاس C. فانا هلا فعليا اخذ اي بي ادرس من الراوتر، فانا لا موجود الاي بي تبعي باي كلاس. مش شوي كانت 192 168 01 010 او 0169، فانا هلا ضمن الكلاس C. في عندي الكلاس D ببلش معي من 224 لل 239، والكلاس E من 240 لل 255. طيب الكلاسات ال A وال B وال C أنا بستخدمهم بشبكات اللان والوان، يعني إذا أنا عندي شبكة محلية ضمن شركة أو ضمن مكتب فأكيد أنا بستخدم الكلاس A أو B أو C. إذا أنا عم بشتغل ويرلس، عم بشتغل مثلا من بلد لبلد، كمان أنا هون بستخدم الكلاس A أو B أو C. كل دولة إلها رينج معين من الاي بيات. تمام؟ حتقول لي انت طب انا اوكي مثلا سوريا نحن 23 مليون بني ادم وكل واحد عنده موبايل، طب من وين عم تلحق لهم ارقام؟ اكيد في سوريا بتكون اخذه من المنظمه العالميه للمقاييس، بتكون اخذه الرينج اي بيات. هاي الرينج بتاخذها هي بناء على عدد سكانها، على حسب البنيه التحتيه اللي عندها، وهي الدوله بس تاخذ مؤسسه الاتصالات بس تاخذ هاي الرينجات، هي نفسها بترجع تعمل شيء اسمه سبنتنج، بتقسمها بعمليه ثانيه وبتوزعها على مستخدمينها الموجودين عندها. وبسبب شح الموارد الموجودة حاليا، بسبب أنه صار في عندي ضغط كتير كبير، وبسبب التقنيات الجديدة اللي عم متمثلة بإنترنت الأشياء، عملوا شيء اسمه IP version 6 اللي هو صار بيقدر يغطي كميات أكبر من المستخدمين. قبل كان عندي IP version 4 اللي هو هذا اللي قدامكم، هلا الشيء الجديد المنطلق عند العالم هو IP version 6 لساته عم يتطبق بشكل جزئي، يعني ما تطبق عن كل الدول، ما تم الاستغناء عن الاي بي فيرجن 4 ولا يمكن الاستغناء عنه، هو مكمل للاي بي فيرجن 6 بالنهايه. فهي هي. اما بالنسبه للكلاس دي، الكلاس دي شباب يستخدم بعمليات البث والستريمينج والمالتي كاست عن طريق القنوات التلفزيونيه، عن طريق له استخدام شخصي، يعني نحن ما فينا نستخدمه يعني. اوكي. اما الكلاس اي يستخدم بعمليات البحث والتطوير. مين اللي عم يبحث ومين اللي عم يطور؟ والله ما بعرف، يعني بصراحه ما بعرف.
هل يستخدموها؟ أنا بجوز مثلا مراكز بحوث معينة مثلا مثل ناسا أو مثل هالمؤسسات البحثية الضخمة العالمية، أكيد هنا لما بدهم يتخاطبوا بين بعض أو بدها تتخاطب الهيئات العالمية مع بعضها، فهنا عندهم شبكة إنترنت خاصة فيهم، كلاسات A بيستخدموها لهذا الموضوع. أنت كيوزر عادي ما فيك تستخدم هذا الرينج، أنت بتستخدم الكلاس A والبي والسي. هي عملية التنظيم. طب حتقول لي أنت طب أنا إمتى بستخدم كلاس A وإمتى بستخدم B وإمتى بستخدم C؟ هذا الشيء بيعتمد على حجم الشركة. فإذا أنا عندي مثلا شركة كبيرة ممكن أستخدم كلاس 10، إذا عندي شركة متوسطة ممكن أستخدم كلاس B، شركة صغيرة بستخدم كلاس C. طب أحد تقول لي أنت كيف ببين معك هذا الكلام؟ هذا نشوف كيف ببين معي. هدول الثلاث كلاسات اللي قدامكم اللي هو ال10 وال172 وال192 هدول خاصين باللان. يعني أنا لما بيكون عندي شبكة منزلية أو شبكة بشركة صغيرة، أنا بستخدم الرينج واحد من هدول الثلاثة، يا بستخدم من الكلاس A بستخدم 10 أو بستخدم 172 أو 192. طب ال 11 9 20 50 هدول مين عم تستخدمهم؟ هدول عم تستخدمهم مثل ما حكينا الدول. فمثلا مثل سوريا عندها رينج معين بتاخده، ممكن يكون 50 53 54 على سبيل المثال. الإمارات مثلا عندها رينج خاص فيها كمان. لذلك شبكات الوان تستخدم كل عناوين الاي بي ما عدا هدول الثلاث عناوين او الثلاث رنجات خلينا نسميهم، لانه هدول ال10 هن يمكن تقسيمهم فيما بعد ضمن الدوله. فال10 وال172 وال192 هدول مستخدمين ضمن الشركات او ضمن الاعمال اليوميه. اوكي؟ يعني ما فيك انت تلاقي دوله مثلا رينج الاي بي تبعها 10 لانه هدول خاصين باللان. اوكي؟ هلا البارتس اوف اي بي رينج، مثلا الكلاس A شايفين هي ال10.0.0.0 هذا بنسميه نحن اسم الشبكة، الاسم تبعه. كيف أنا اسمي يوسف؟ في عندي شبكة عم بستخدمها هلا اسمها 10.0.0 هيك، أنا هي ما بستخدمها للعنوان، هي بس عبارة عن اسم. أما أول كمبيوتر عندي أو أول جهاز موبايل أو أي طرفية موجودة عندي لما بدي أعنونها، أول رقم بستخدمه هو 1، وآخر رقم عندي بستخدمه هو 254. ليش؟ لأنه آخر رقم هون اسمه 255. هذا ال 255 احنا بنستخدمه بشيء اسمه البرودكاست ادرس. البرودكاست ادرس سأشبه لك اياها. البرودكاست كشرح بسيط، كيف انت بالواتساب لما بدك تبعت رسالة لكل الاسماء اللي عندك بتبعتها شيء اسمه برودكاست، نفس الشيء كمان بالشبكات. نحن مثلا على سبيل المثال ما عندي سيرفر اسمه ال WSUS، انا عندي شركة فيها 100 كمبيوتر، انا بدي اعمل ابديت للويندوز الموجود عندهم. مو معقول كل كمبيوتر يسحب ابديت لحاله، لانه هيك رح يضرب لي خط الانترنت تبعي، حيصير بطيء، وهذا الشيء ممكن يصير في لود على الشبكه عندي، ما لا يمكن شبكه تتحمل هالعمليه. لذلك في عندي سيرفر اسمه WSUS، هو بيسحب الابديتس وبيبعتها لكل الكمبيوترات. فهو انت هون اسمك وفرت بالباندويث، وفرت بسرعه الانترنت. طيب هو كيف بده يبعتها؟ هل ممكن يبعتها لكل واحد لحاله؟ ما بيمشي الحال، لذلك نستخدم فيه البرودكاست اللي هو الآخر عنوان بيكون بضمن الشبكة. فأنا البرودكاست تبع شبكة ال10 عندي رقمه 255، آخر جهاز حاسوب معنون ضمن الشبكة تبعي هو 254، وأول جهاز معنون هو 1. نفس الأمر هون بشبكة ال172. طبعا هذا العنوان ل10.0.0 نفسه إذا كان موجود بقلب شركة نفسه بينخضع على شيء اسمه السبنتنج، بيصير في عندي شيء اسمه فيلانز. هي اللي حابب يتعمق فيها أكثر بده يدرس بشيء اسمه CCNA أو CCNP، بيشرحوا هاي التفاصيل بشكل أعمق. أوكي؟ نفس الشيء الكلاس سي هون مثل ما أنتم شايفين، هي أجزاء الشبكة. فأنت إذا بدك تيجي تعمل عنوان، أنا مثلا بدي أعمل عنوان لكمبيوتري على سبيل المثال، بنرجع لمحل ما كنا. هي properties. إذا جيت هلا لعند الإنترنت بروتوكول تبعي وحطيت 192 168 صفر، إذا حطيتها صفر ما بيمشي الحال، ما حاخذ اتصال انترنت نهائيا. هات لنجرب شو قال لي. The combination of IP address and subnet mask is invalid، يعني خطأ. طيب إذا حطيته 1 كمان ما بيمشي الحال. ليش؟ رح يصير في شيء اسمه confliction أو conflict، اللي هو التضارب أو التعارض. التعارض مع مين؟ الراوتر عندي رقمه 1 فما بيمشي الحال، أنا حطه 1. إذا حطيتها 2
يمكن يمشي الحال يمكن لا. ممكن يكون معي في جهاز الموبايل على الشبكة آخر 2. فهي بترجع لحسب معرفتك بالشبكة، بيبين معك انت شو الارقام اللي لازم تحطها. واغلب الناس تستخدم الدايناميك ادريسنج اللي هو عن طريق دي اتش سي بي مشان يتخطى، يعني ما يفوت بقصة الكونفليكشن. امتى انا بستخدم ستاتيك اي بي شباب؟ انا بستخدم ستاتيك اي بي لما بيكون عندي شيء ثابت. مثلا الراوتر هو محل بيعطي عنوانه وبيعطي خدمة انترنت، فهي الاي بي تبعه لازم يكون ثابت. عندي سيرفر بقلب شركة، كل الناس او كل المستخدمين عم ياخذوا خدمة من هذا السيرفر، فمو معقول انا احط دايناميك ادرس للسيرفر تبعي كل شوي يتغير، لانه الناس ما راح تضيع والكمبيوترات ما راح تقدر توصل للسيرفر نفسه، فبيكون ثابت. فدائما الراوترات والسيرفرات بتكون دائما الاي بي ادرسز فيها ثابته، اما المتغير هو فقط الاند يوزر اللي هو الكلاينت. ما حكينا عن السبنت ماسك. السبنت ماسك يا شباب بيسموه قناع الشبكه. السبنت ماسك شباب لاشرح لكم اياه بشكل سريع. خلينا نرجع لنقطه محل ما كنا هون. السبنت ماسك مثل ما شايفين هون 255 255 255 صفر. شباب العنوان الاي بي اللي عندي هون اللي هو 192.168.0.1 هذا من كلاس سي. الكلاس سي اول 3 بايت منه بيمثلوا عدد الشبكات الموجودة اللي بقدر انا عنونها، اما اخر بايت موجود هون بيمثل الهوست المستخدمين. فانا على هاي الرينج عندي انا بقدر عنون 254 جهاز. فانا اذا كنت قاعد بالبيت هلا واجا لعندي 254 او 253 ضيف يزوروني، هدول بيقدروا يشبكوا انترنت. اما اذا اجاني 300 واحد، في منهم 50 واحد ما حيقدروا يشبكوا انترنت. ليش؟ لانه الشبكه رينج الشبكه عندي امكانيه الهوست فيها هالقد. لو كان عند الرينج مثلا من كلاس بي صار في عندي عدد هوست اكثر. لو كلاس سي لو كلاس A صار عندي الشبكة هي عندي 10 مثلا. هاي الشبكة ال10 0 0 0. أنا ال10 هون بتمثل الشبكة، بينما هدول الثلاثة بيمثلوا الهوست. بينما هون الشبكة 172 16 بتمثل الشبكة، أما الصفر صفر بيمثلوا الهوست. أوكي؟ بينما هون ال 192 168 واحد هي بتمثل الشبكة، والصفر هون هو بيمثل الهوست. السبنت ماسك هو عبارة عن شيء مرتبط بالاي بي ادرس بيميز لك عدد الشبكات من عدد الهوست. لذلك المكان الشبكة نفسها بيرمز لها بال 255، اما الهوست بيرمز له بالصفر. فانا لما جيت هلا عنون او ادخل عنونة يدوية لا 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 لا, لا لجهازي، هو بياخدها باي ديفولت. تعال نجرب. هلا نحط 192 168 صفر مثلا 5، بس اضغط زر تاب باللابتوب اوتوماتيكيا اخذ 255 255 255 صفر. طيب اذا انا هلا معناته انا عندي هون معناته طيب هات لجرب انا 172 16 مثلا صفر 5. شو اعطاني هلا؟ اعطاني انه انت عم تستخدم كلاس بي 255 255 هدول بيمثلوا الشبكه، انا ما فيني غيرهم هدول، بينما الهوست اللي عندي هن عم يكونوا 0 0. مشان هيك قلت لكم بالبدايه اختيار الكلاس A او B او C مرتبط بانت شو عندك، هل بهمك عدد شبكات اكثر ولا بهمك عدد يوزرز اكثر، هوستات اكثر. حتقول لي انت طيب انا الشبكات فيني اقسمها؟ طبعا مثل ما قلت لكم هي الموضوع بيخضع للسبنتنج. هلا 10 0 0 مثلا 5 راح يعطيني سبنت ماسك 255 3 اصفار، فهدول الاصفار هنا بيمثلوا الهوستات، اما ال 255 بتمثل النتوركات. ما بدي فوت بتفاصيل اكثر هلا، خلينا هلا مبدئيا بس نفهم انه النتوركس كعنوانه شو هي، السبنتنج بنحكي فيها ما بعد. ضل عندي شيء اسمه البروتوكولات. البروتوكول هو المنفذ او الباب او المدخل اللي هو تبع باب بيتك. كل بروتوكول مسؤول عن شغله. انا لما بدي احكي برسميه مع حدا بستخدم شيء اسمه البروتوكول. فمثلا بروتوكول التحيه مرحبا حيقول لك اهلين، بروتوكول التحيه الاسلاميه هي السلام عليكم وعليكم السلام. يعني هي البروتوكول هو اسلوب تعامل ضمن الشبكات حسب انا شو بدي استخدم. كل بروتوكول
مرتبط مع بورت. طيب حتقول لي انت شو هو البورت؟ البورت يا شباب هو عبارة عن باب او شباك موجود بنظام التشغيل. عدد هاي الشبابيك او عدد هاي الابواب او الثغرات من 0 ل 65,000 ثغرة، انت نظام التشغيل تبعك عم يستخدمهم. هاي البورتات مين بيستخدمها؟ بيستخدمها الابليكيشنز اللي انت عم تشتغل فيها، مثل الموزيلا فايرفوكس، مثل الاوفيس. هاي كلها شغلات اي شيء قابل للاخذ والرد ضمن الانترنت بيستخدم بروتوكول خاص فيه ضمن وله بورت خاص فيه. لكن في عندي ارقام من البورتات ثابته لا يمكن تغييرها. فمثلا بروتوكول ال HTTP على سبيل المثال هو البروتوكول انت بتستخدمه لما عم تتصفح انترنت. يعني انت بمجرد ما تفتح انترنت هلا بيطلع لك كلمه HTTP فوق بالمتصفح جنب كلمه www.google.com على سبيل المثال. هذا ال HTTP له رقم بورت خاص فيه رقمه 80. فاذا انت شي مره شفت بورت 80 لازم تعرف انه هذا لل HTTP. في عندي بروتوكول SMTP والبوب، هدول بروتوكولات خاصه. البوب 3 وال SMTP بالايميلز. فانا لما بدي ابعت ايميل لجيميل او هوت ميل او ضمن الاكسشينج تبعي الاوتلوك ضمن الشركه، فانا عم بستخدم بورت ال 25 او بورت ال 110. هلا عندي ال FTP كمان. ال FTP بروتوكول انا بستخدمه لتحميل الملفات. فانت لما عم تحمل ملف من اليوتيوب او مثلا عم تحمل فيديو من اليوتيوب او عم تحمل ملف من شي مركز تحميل، فانت فعليا عم تستخدم ال FTP اللي هو البورت تبعه 21. ال DNS اللي هو الدومين نيم سيستمز هو عباره عن بروتوكول للعنونة. البورت تبعه 53. شو هو الدي ان اس؟ ببساطة يا شباب انت مثلا كلمة google.com او www.google.com، الماشينز مثل الكمبيوتر واللابتوبس ما بيفهموا الاحرف. يعني هاي الجوجل بالنسبة له هو شيء ما بيعرفه، لكن اللي بيفهم هو الارقام. فجوجل مثلا هو عبارة عنده اي بي ادرس، عنده اي بي ادرس خاص فيه، لكن انت ما فيك تخلي البشر تفهم وتحفظ الاي بي ادرس تبعه. فبدك كلمة انت تكون عبارة عن شيء اسهل للتعامل. فالدي ان اس هو بيقدر يبدل بين الاي بي ادرس وبين الاسم الخاص بهذا الشيء. على سبيل المثال مثلا انا كمبيوتري، هات بورجيكم اياها بعينكم. كمبيوتري شو اسمه؟ اسمه ديل. شايفين كمبيوتر نيم اسمه ديل. طيب انا هلا اذا بدي افوت على الشبكة تبعي باك سلاش اذا حطيت 192 168 0 169 اللي هو الاي بي تبعي، هيفتح لي الشبكة تبعي. اوكي. طيب اذا حطيت باك سلاش ديل شو طلع لي؟ الشبكة تبعي. طب هون شو حاطط لي؟ ديل. من شوي شو كان حاطط لي؟ 192. مين اللي بدل بين كلمة ديل وبين الاي بي ادرس اللي انا اخده؟ اللي بدل بيناتها هو الدي ان اس. في عندي شيء اسمه كمان تلنت، كمان هو بروتوكول بيستخدم للتحكم، يعني التحكم عن بعد ريموتلي. وفي صار كمان بروتوكول ثاني اسمه SSH. يعني على سبيل المثال انا عندي راوتر بقلب شركة بداتا سنتر موجودة انا، او مثلا ممكن اكون انا بدولة ثانية بدي افوت على راوتر بمكان اخر، بدي فوت ريموتلي عليها. فبفوت عن طريق التلنت او عن طريق الاس اس اتش. اللي بيدرسوا CCNA او CCNP بيتعمقوا بهذا الموضوع كثير وبيعرفوا انه التلنت ما انه امن مثل الاس اس اتش. التلنت قابل للتنصت، ممكن حدا يقدر عن طريق البرامج الشارك وما شابه الامور هي بيقدر يتنصت ويجيب منها باسوردات وبيقدر يخترقها. اما اللي بيستخدم SSH فهو مشفر وافضل. عندك برامج الدعم عن بعد مثل التيم فيور او هاي البرامج مثلا كلها بتستخدم انواع بروتوكولات مشابهه للتلنت والاس اس اتش بعمليه التحكم عن بعد. لذلك يا شباب بكل بساطه درسنا مختصر بالموضوع. انا لما بدي ابعت باكيت او بدي ابعت مثلا داتا من مكان الى مكان اخر، انا بحاجه الى عنوان الي وعنوان للشخص المقبالي. فانا لما بحدد عناوين وبعرف انا وين طالع وين رايح بقدر اوصل للهدف تبعي. انا اسمي سورس والطرف الاخر اسمه ديستنيشن. فالمسؤول عن التواصل بين السورس والديستنيشن هالشيء بيلزمه عناوين متمثله بما يسمى الماك ادرس والاي بي ادرس. وحتى تصير عمليه الانتقال بين الطرفين متناسقه ومتناغمه انا بحاجه لبروتوكول. هذا البروتوكول له بورت. اوكي. لذلك عمليه النقل بالشبكات بين الاجهزه عمليه دقيقه، عمليه منظمه، خاليه من الاخطاء وما فيها اي نسبه خطا نهائيا. هذا هو درسنا اليوم. اي سؤال
يا ريت تبعتوا لي مسج على حسابي الشخصي يوسف شحات أديب على فيسبوك، أو تكتبوا لي التعليق باليوتيوب على قناتنا، أو أنكم تراسلونا على المهندسون السوريون. يلا بالتوفيق.